لو كنت بتعتقد ان فهم القوائم الماليه سهل فانت غلطان. في الحقيقه كتير من الناس بتقع في فخ تبسيط الامور، لكن الحقيقه اعمق من كده بكتير. ازاي؟ تعال شوفوا معانا. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده كنت عايز اعتذر عن التاخير في رفع الفيديوهات، وده لان التحضير بياخد وقت اكتر مما كنت متخيله في البدايه، وانا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم المعلومه كامله، وده علشان ما تحتاجوش تدوروا على مصادر تانية. وفي الحقيقه مش هقدر اوصل للمعلومه الكامله اللي انت محتاجها بدون ما اجاوب على اي سؤال ممكن يدور في دماغك. فكالعاده لو عندك اي استفسار عن اي نقطه ما تترددش لحظه تكتبها في التعليقات، وانا هرد عليك في اقل من 3 ساعات ان شاء الله. نرجع بقى لفيديو النهارده. قبل ما نتعمق في موضوع تحليل قائمة التدفقات النقدية أو الكاش فلو ستيتمنت، خلونا الأول نتكلم بسرعة عن القوائم المالية بشكل عام. القوائم المالية هي الأداة اللي بتساعدنا نفهم الوضع المالي لأي شركة، وبيكون في منها 5 أنواع رئيسية واللي بنسميهم 5FS اختصارا لفاينانشال ستيتمنتس. والأنواع الخمسة للقوائم المالية، أول واحدة وهي المركز المالي أو البالانس شيت. القائمة ديت بتعرض لك كل حاجة عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية للشركة في وقت معين. تاني واحدة وهي قائمة الدخل او الانكم ستيتمنت. القائمة ديت بتوضح لك ازاي الشركة جابت ايراداتها وازاي صرفت الفلوس. بمعنى تاني هي بتوضح لك اذا كانت الشركة بتكسب ولا بتخسر. وتالت واحدة وهي قائمة التدفقات النقدية او الكاش فلو ستيتمنت، وهي الموضوع الرئيسي لينا النهارده. القائمة ديت بتوضح لك منين جت الفلوس ومنين خرجت، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. رابع قائمة معانا وهي قائمة التغير في حقوق الملكية للتشينجز ان ايكويتي ستيتمنت، وهي ببساطة بتعرض لك التغيرات في حقوق الملكية للشركة على مدار الفترة. واخيرا عندنا قائمة الدخل الشامل او الاذر كومبريهنسيف انكم، ودي بتحتوي على بنود مالية مش بتمثل دخل او خسارة مباشرة زي تغيير قيمة الاصول او الديون في السوق. لو نلاحظ في النسب المالية اللي اتكلمنا عنها خلال الفيديوهات اللي قبل كده، كنا بنركز على نسب معينة سواء كانت مستخلصة من البالانس شيت او مستخلصة من الانكم ستيتمنت او حتى خليط من القيمتين دول. لكن لما نيجي للكاش فلو ستيتمنت الامور بتختلف تماما. هنا مفيش مجال للارقام الغامضة او التقديرات، دي قائمة بتتكلم عن حاجة واحدة بس، السيولة الفعلية. هي بتورينا قد ايه الفلوس اللي دخلت وخرجت من الشركة خلال فترة معينة، مش مجرد تقديرات عن الارباح او الخسائر. باختصار هي قائمة بتكشف لك اذا كانت الشركة فعلا قادرة على دفع التزاماتها ودفع رواتب موظفيها. فهي مش مجرد بيانات مش مترجمة لواقع ملموس. وقبل ما ندخل في تفاصيل تحليل قائمة التدفقات النقدية او الكاش فلو ستيتمنت، لازم نفهم اولا مكونات القائمة دي. الكاش فلو ستيتمنت بتتكون من 3 اقسام رئيسية او 3 سيكشنز. اول قسم معانا الاوبريتنج اكتيفيتيز. القسم ده بيهتم بتدفقات الكاش اللي جايه من انشطه تشغيليه للشركه، يعني كل حاجه تخص العمليات اليوميه. هتشوف قد ايه الفلوس اللي دخلت من الانشطه اليوميه زي بيع البضاعه او تقديم الخدمات، وفي نفس الوقت هتعرف ايه اللي اتصرف على العمليات ديت زي اجور الموظفين وتكاليف البضاعه او مصاريف التشغيل الاخرى. يعني هيبين لك بالظبط ازاي الفلوس بتتحرك داخل الاعمال اليوميه للشركه. والقسم الثاني الانفستنج اكتيفيتيز. القسم ده بيغطي الانشطه الخاصه بالاستثمارات وتغيرات الاصول طويله الاجل للشركه. هتقدر تعرف اذا كانت الشركه دي صرفت فلوس في شراء اصول طويله الاجل زي معدات او عقارات، او اذا كانت باعت اصول وحصلت فلوس منها، او حتى الاستثمارات الماليه طويله الاجل. القسم الثالث الفاينانسنج اكتيفيتيز. الجزء ده بيغطي الانشطه المتعلقه بتمويل الشركه. يعني هنا بنتكلم عن كل حاجه تخص ازاي الشركه ديت بتجمع الفلوس او بتسدد ديونها، زي مثلا لو الشركه حصلت على قروض جديده، او لو دفعت قروض قديمه، او حتى لو اصدرت اسهم جديده لجمع راس المال. الكاش فلو ستيتمنت القائمه ديت بتوضح لك حركه الكاش خلال فتره زمنيه معينه. بمعنى تاني هي بتقول لك فلوسك جت منين وراحت فين. فهي بتتكلم زي ما قلت لك عن السيوله الفعليه للشركه. طيب ايه علاقه قائمه التدفقات النقديه او الكاش فلو ستيتمنت بالقوائم الثانيه؟ قائمه التدفقات النقديه ببساطه هي ناتج من البالانس شيت والانكم ستيتمنت. يعني لما تطلع البالانس شيت والانكم ستيتمنت تقدر بعد كده تطلع الكاش فلو ستيتمنت. لكن علشان تتاكد ان الكاش فلو ستيتمنت بتاعتك مظبوطه لازم الاندنج كاش بالانس في الكاش فلو ستيتمنت يتطابق تماما مع الكاش بالانس اللي موجود في البالانس شيت لنفس الفتره. لو في فرق ما بين الرقمين دول يبقى في مشكله يا اما في البالانس شيت يا اما في الكاش فلو ستيتمنت. يعني لو رصيد الكاش في القائمه ديت مش مطابق للرصيد في المركز المالي يبقى في حاجه غلط لازم تتاكد منها. وده ليه؟ ده لان في البالانس شيت لو بصيت على الكرنت اسيتس هتلاقي الكاش لرقم معين، لكن الرقم ده مش هيقول لك بالظبط ايه اللي حصل للفلوس علشان توصل للرقم
الرقم ده. يعني مش هتقدر تعرف حركه الفلوس اللي دخلت وطلعت، لكن لو عايز تعرف ازاي رصيد الكاش ده اتغير لازم تبص على الكاش فلو ستيتمنت، لانها هي اللي هتوضح لك ازاي اتغير الرصيد ده وايه اللي حصل في الارقام اللي ظهرت في البالانس شيت. وتعالوا نشوف ازاي نقدر نحلل الكاش فلو ستيتمنت. زي ما كلنا عارفين ان الكاش فلو ستيتمنت هي واحده من القوائم الرئيسيه اللي الشركات بتصدرها، ودور المحلل المالي انه يقدر يقيم ويحدد اداء الشركه من اكتر من جهه من خلال قرايته وتحليل القوائم الماليه بتاعتها، واللي من ضمنها طبعا الكاش فلو ستيتمنت. التحليل المالي الجيد بيتطلب فحص التغير اللي حصل في الكاش فلو ستيتمنت، يعني حركه الفلوس اللي تمت خلال الفتره ديت بالتفصيل. وده ليه؟ علشان نفهم ازاي ارصده الكاش ديت في المركز المالي اتغيرت. يعني لو الكاش في 2022 كان 100 دولار وفي 2023 بقى 200 دولار وفي 2024 بقى 300 دولار، طبعا هتلاقي في المركز المالي الارقام دي واضحه، لكن في الكاش فلو ستيتمنت هو اللي هيوضح لنا ازاي حصل التغيير ده. هيوضح لك ايه اللي دخل وخرج خلال الفتره الزمنيه ديت علشان رصيد الكاش يوصل لل 300 دولار او ال 200 دولار او ال 100 دولار. والمهم هنا كمحللين ماليين اننا نفحص الكاش فلو ستيتمنت كويس، وده علشان ندرس حركه الكاش بالتفصيل. طيب تاني، ازاي بتتكون؟ الكاش فلو ستيتمنت بتتكون من 3 اقسام رئيسيه: كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز، يعني التدفقات النقديه الناتجه من الانشطه التشغيليه، والكاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز، يعني التدفقات النقديه الناتجه من الانشطه الاستثماريه، وكمان الكاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز، يعني التدفقات النقديه الناتجه من الانشطه التمويليه. الاوبريتنج اكتيفيتيز او قسم الانشطه التشغيليه هو الاهم في التحليل المالي، وده لانه بيعكس القدره الفعليه للشركه على توليد السيوله النقديه من عملياتها الاساسيه، فمن خلالها بنقدر نعرف لو الشركه بتكسب فلوس من النشاط التشغيلي بتاعها او لو هي معتمده على القروض او استثمارات خارجيه علشان تمول نفسها. يعني مثلا لو عندنا شركه بتبيع سيارات، فالمبيعات اللي بتحصل من بيع السيارات ديت هي التدفقات النقديه من الانشطه التشغيليه. لكن لو الشركه بتشتري معدات جديده او بتبيع بعض الاصول الثابته زي الالات، ده بنعتبره ضمن الانشطه الاستثماريه الانفستنج اكتيفيتيز. فالمحلل المالي لما يجي يبص على الانشطه التشغيليه لازم يتاكد ان التدفقات النقديه اللي بتتولد من العمليات الاساسيه للشركه قويه ومستدامه. يعني مثلا لو الشركه بتدير نشاط تجاري في بيع السيارات، لازم يشوف لو فلوس بيع السيارات ديت بتغطي التكاليف التشغيليه زي الرواتب والمصاريف الثابته ولا لا، وده لانه بيدينا فكره عن استدامه الارباح اللي بتعملها الشركه ومدى قدرتها على تمويل نفسها بدون الاعتماد على التمويل الخارجي. اما في قسم الانشطه الاستثماريه الانفستنج اكتيفيتيز لازم نعرف ان الاصول بتاعه الشركه بتنقسم لكرنت ونون كرنت. الكرنت اسيتس اللي هي الاصول المتداوله دي معظمها بتخص العمليات التشغيليه بتاعه الشركه، زي مثلا الوركينج كابيتال راس المال العامل، واللي مكون من الكاش والكاش ايكويفالنت يعني النقديه وما في حكمها، وكمان الاكونتس ريسيفبل والانفنتوري. طبعا فحص التغيرات في راس المال العامل مهمه جدا، وده علشان نفهم الديناميكيه الكامله لحركه الكاش. اما النون كارنت اسيتس دي معظمها بتكون انشطه استثماريه خاصه بالشركه، زي ايه؟ زي مثلا الاصول الثابته الفيكسد اسيتس، زي البي بي اي اللي هي الممتلكات والمصانع والمعدات. دي تعتبر استثمار طويل الاجل، لان الشركه بتدفع فلوس علشان تشتري الات او معدات وتحطها في المصانع علشان تنتج منتجات على مدار سنين طويله، فده يعتبر استثمار طويل الاجل وبيدرج تحت النون كارنت اسيتس. فلما الشركه تكون عايزه تشتري اصول ثابته زي الالات او المعدات، الفلوس اللي هتدفعها ديت بتتسجل في الانفستنج اكتيفيتيز في الكاش فلو ستيتمنت. ولما يبقى عندك اصل ثابت زي الالات والمعدات وتبيعه، الفلوس اللي جات لك من بيع الاصل الثابت ده هتدخل برضه في الانفستنج اكتيفيتيز. كمثال، لو عندك آلة في مصنعك وقررت تبيعها، لما تبيعها هتيجي لك فلوس كاش، الفلوس ديت هتدخل في الانفستنج اكتيفيتيز في الكاش فلو ستيتمنت. بس لازم تنتبه، لو بعت الآلة ديت علشان تغطي مشكله سيوله عندك زي انك مش قادر تدفع فلوس للموردين مثلا، فده موقف مش كويس، وده لان الانتاج هيتاثر والفلوس هتقل مع المبيعات. لكن لو بعت الآلة علشان تجيب مكانها آلة جديده، فده يعتبر استثمار وتطوير ليك. اللي بنقوله هنا انك ما ينفعش تبيع من اصولك الثابته زي الآلات او المعدات علشان تدير السيوله او تدفع مصاريف التشغيل، ولا كمان علشان توزع ارباح على المساهمين، لان ده معناه انك عندك مشكله وما عندكش فلوس كفايه وعندك ضغط مادي، زي ما لو كان عليك فلوس للبنك وقررت تبيع بيتك علشان تسد ديونك. يعني باختصار انت بتبيع حاجه اساسيه علشان تحل مشكله مؤقته، وده يعتبر مشكله كبيره. والطريقه ديت اسمها بور كاش مانجمنت، وهي طريقه ضعيفه جدا في اداره النقديه او الكاش. السبب في انك ما ينفعش تبيع الاصول الثابته علشان تدفع التزاماتك هو انك كده بتصفي نفسك. الشركه مش هتقدر تستمر لو كل شويه بتبيع اصولها علشان تلاقي فلوس تدير بيها عملياتها. الاصول الثابته زي الالات والمعدات هي الحاجات اللي بتساعد الشركه تنتج وتكسب، فلو بعتها علشان تسد التزاماتك ده معناه انك مش قادر تدير شغلك بشكل مستدام. كمحلل مالي لو شفت في القوائم الماليه ان الشركه في 2022 كان عندها اصول ثابته مثلا
مثلا بمليون دولار وفي 2023 الاصول ديت قلت ل 400,000 دولار، هنا لازم تسال ايه اللي حصل؟ ليه الاصول الثابته قلت بالشكل ده؟ لان لو السبب مجرد اهلاك ديبريشيشن مش هينزل الرقم بالشكل ده، اكيد في حاجه حصلت زي ان الشركه باعت اصول ثابته، وده بيبان في قسم الانشطه الاستثماريه الانفستنج اكتيفيتيز. فلو الشركه باعت الاصول الثابته علشان تسدد ديونها او عندها مشكله في السيوله، ده معناه ان الشركه في ازمه كبيره في التشغيل والتدفقات النقديه بتاعتها، ولو استمر الوضع بالشكل ده ممكن تؤدي لازمه ثانيه وهي افلاس الشركه. احنا كمحللين ماليين لما يجي مستثمر يسال عن الشركه ديت هنبص في التفاصيل ديت ونشوف السبب. لو لقينا ان الشركه بتبيع اصولها علشان تسدد التزاماتها، هنقول للمستثمر ان الوضع المالي والسيوله بتاعت الشركه مش كويس، وده ممكن يكون خطر على الاستثمار. نيجي بقى لاخر قسم في قائمه التدفقات النقديه، الفاينانسنج اكتيفيتيز او الانشطه التمويليه. علشان نفهمها كويس لازم نرجع نتكلم عن هيكل راس المال او الكابيتال ستراكشر بتاع الشركه. الكابيتال ستراكشر هو ببساطه الطريقه اللي الشركه بتختارها علشان تمول نفسها. يعني النهارده الشركه محتاجه فلوس او كاش، فهتجيب الفلوس ديت منين؟ الفلوس ديت ممكن تيجي من مصدرين اساسيين او ممكن نقول 3 مصادر. واول مصدر المصادر الداخليه الانترنال سورسز، وديت هي الفلوس اللي الشركه بتجمعها من خلال عمليات التشغيل بتاعتها او الارباح اللي بتعملها من الانشطه اليوميه. يعني الشركه بتشتغل وتبيع وده بيجيب لها دخل وتدفقات نقديه. المصدر الثاني هو الديون او الديت، يعني الشركه تروح للبنك وتاخد قرض، او لو الشركه مدرجه في البورصه يعني ليستد ممكن تصدر السندات بونز. السندات ديت هي ادوات ماليه واللي هي تعتبر نوع من الديون، وطبعا على السندات ديت في فوائد انترست بتدفعها الشركه للمستثمرين اللي اشتروا السندات. يعني الشركه هتاخد فلوس دلوقتي وتدفعها تاني مع فوائد في المستقبل. ثالث مصدر معانا وهو حقوق الملكيه او الايكويتي، يعني الشركه ممكن تطرح اسهم او شيرز او ستوكس في البورصه، وطبعا اللي بيشتروا الاسهم دول هيدخلوا يكونوا ملاك في الشركه، فبالتالي الفلوس اللي دخلت من بيع الاسهم بتتحول لفلوس للشركه. والتمويل عن طريق الديون او حقوق الملكيه بيتسجل في الانشطه التمويليه او الفاينانسنج اكتيفيتيز. يعني لو الشركه استلفت فلوس او باعت اسهم علشان تجيب تمويل، ده هيتسجل في قسم الفاينانسنج اكتيفيتيز في الكاش فلو ستيتمنت. بس انا عايزك تلاحظ حاجه معايا، لو الشركه مولت نفسها عن طريق الديت او الديون فده معناه ان الشركه اخذت فلوس من البنك او من المستثمرين اللي اشتروا السندات. الفلوس ديت اسمها برنسبل او اصل المبلغ اللي الشركه اقترضته. لكن مش كده وبس، الشركه لازم ترد للبنك او الطرف الداين اللي اعطاها القرض المبلغ الاصلي اللي هو البرنسبل، بالاضافه للفوائد او الانترست اللي هي تكلفه التمويل او الكوست اوف ديت. يعني لو الشركه اخذت قرض من البنك بمليون دولار لازم ترد ليه المليون دولار ديت، لكن المبلغ اللي هترجعه هيبقى $1,200,000 دولار، والمليون دولار دول هم اصل المبلغ، اما $200,000 دولار دول فدول هيمثلوا الفوائد الانترست واللي هي التكلفه اللي فرضها البنك على القرض. ده معناه ان كل ما الشركه اخذت قروض اكتر كل ما زادت تكاليف الدين عليها، فلازم يكون عندك وعي كويس بالتكلفه دي لما تيجي تقرر تمويل شركتك عن طريق الديون، لانك مش بس هترجع الفلوس الاصليه لكن كمان هتدفع الفوائد اللي هتزيد مع الوقت. وعلشان كده عندنا نسبه اسمها انترست كفر ريشيو او نسبه تغطيه الفوائد، وهي اداه مهمه جدا بتقيس قدره الشركه على تغطيه مصروفات الفوائد اللي عليها. الفوائد ديت بتتعلق بالديون اللي الشركه اقترضتها وبيسموها كوست اوف ديت او تكلفه الدين. يعني الشركه لو اقترضت فلوس من البنك لازم تدفع اصل المبلغ مع الفوائد. والانترست كفرج ريشيو بيسموه برضو تايم انترست ايرنينج، وهو بيقيس مدى قدره الشركه على دفع الفوائد اللي عليها من خلال ايراداتها التشغيليه، وبيتم حسابها عن طريق قسمه ايرادات التشغيل اللي هي الابت على الفوائد المدفوعه. فلو النسبه عاليه ده معناه ان الشركه عندها قدره كبيره على تغطيه الفوائد، ولو النسبه منخفضه ده بيشير ان الشركه ممكن تواجه صعوبه في دفع الفوائد على الديون. المفهوم ده مهم جدا علشان يورينا قدره الشركه على التعامل مع التزاماتها الماليه، وبيحذر المحللين الماليين لو النسبه ديت كانت منخفضه، لان ده ممكن يكون معناه ان الشركه مش قادره توفي بتكاليف الدين في المستقبل. لما كنا بنتكلم عن الفاينانشال ليفرج في الفيديوهات السابقه شرحنا ازاي الليفرج بيتم عن طريق الديت، وكل ما الشركه اخذت ديون اكتر كل ما رفعت الفاينانشال ليفرج بتاعتها. الليفرج ديت بتكون مفيده لو الشركه قادره على توظيف الاموال ديت بشكل جيد لزياده ارباحها، لكن في نفس الوقت في مخاطره واضحه على الشركه لو الديت او الليفرج بقى عالي جدا، لان في حاله اي انخفاض في الايرادات او تعثر في سداد القروض الشركه هتواجه صعوبه كبيره في الوفاء بالالتزامات، وبالتالي المخاطره في زياده الديون ممكن تعرضها للمشاكل الماليه او حتى الافلاس. اما لو الشركه قررت تمويل نفسها عن طريق الايكويتي زي ما قلنا معنى كده ان هي هتصدر شيرز او اسهم والمشترين هيشتروا الاسهم دي. المشكله هنا هي ان الشركه لما تصدر اسهم جديده هتزيد نسبه الملاك فيها، وبالتالي هتكون مطالبه بتوزيع ديفيدنز توزيعات ارباح لعدد اكبر من الملاك. فمثلا لو الشركه كانت بتوزع ارباح على 10 ملاك وكان المجموع مليون جنيه، دلوقتي لما يزيد عدد الملاك ل 100 شخص هتضطر توزع نفس المبلغ على عدد اكبر، واللي معناه طبعا ان المبلغ هيكون اقل لكل فرد من الملاك.
الملاك. ده ممكن يخلق ضغط على الشركه، خصوصا لو زادت الاسهم ديت بشكل كبير. النقطه الاساسيه هنا هي ان اختيار الشركه ما بين التمويل عن طريق الديت او الايكويتي ليه تاثير كبير على هيكلها المالي وعلى قدرتها على تحقيق العوائد للمستثمرين. فلو زادت الديون بشكل غير مدروس هيزيد الفاينانشال ليفرج بشكل غير صحي، وكذلك لو زادت الاسهم بشكل غير مدروس هيزيد عدد الملاك وبالتالي تتوزع الارباح على عدد اكبر، وده هيأثر على العائد لكل مالك. لكن في فرق كبير ما بين تكلفه الدين الانترست وتكلفه حقوق الملكيه اللي هي الديفيدنس بتاعه، توزيعات الارباح. ومهم جدا نوضح الفرق ما بين الاثنين. الفرق ببساطه ان تكلفه الدين هي الزام قانوني على الشركه، بمعنى ان لو الشركه اخذت قرض من بنك او ممول هي لازم تدفع الفوائد والاقساط في مواعيدها، ولو ما دفعوش هيواجهوا مسؤوليه قانونيه او ممكن يتعرضوا للمساءله او حتى الاجراءات القانونيه زي التصفيه او الافلاس في الحالات القصوى. يعني الانترست يعتبر عبء ثابت على الشركه لازم يتنفذ، وده سواء بقى الشركه عملت ارباح او خسائر. اما تكلفه حقوق الملكيه واللي هي توزيعات الارباح الديفيدنس فهي غير ملزمه قانونا، بمعنى ان في حاله الديفيدنس مجلس الاداره هو المسؤول عن اتخاذ القرار اذا كان هيتم توزيع ارباح او لا. فلو الشركه قررت ان هي مش هتوزع ارباح في سنه معينه، الملاك الشير هولدرز مش ليهم حق قانوني في المطالبه بالتوزيعات، بس ده بيأثر على سمعه الشركه ما بين المستثمرين. ولو مجلس الاداره قرر ان هو مش هيوزع ارباح لفتره طويله ده ممكن يقلل الطلب على الاسهم في السوق، وبالتالي سعر السهم هينخفض، وده هيأثر على القيمه السوقيه الماركت كابيتاليزيشن للشركه. ولو القيمه السوقيه بتاعت الشركه قلت ده بيأثر على التقييم العام ليها في السوق. في كتاب Principles of Corporate Finance في فصل بيشرح الفرق ما بين تكلفه الديون وتكلفه حقوق الملكيه وتأثيرهم على التمويل في الشركات، وبيوضح ان بما ان الديون الزاميه فالشركه لازم تدفع الفوائد الانترست واصل المبلغ البرنسبل في مواعيد معينه، ولو ما سددتش في الميعاد ده بتعرض نفسها لمشاكل قانونيه، وده بيأثر بشكل مباشر على التدفقات النقديه وبيحجم قدره الشركه على استخدام الفلوس في استثمارات او توسعات جديده. اما تكلفه حقوق الملكيه الايكويتي فبتختلف لانها مش الزاميه. توزيع الارباح الديفيدنس على المساهمين بيبقى قرار من مجلس الاداره، ده ممكن يتغير من سنه للتانيه حسب قرارات الشركه وارباحها. فلو الشركه اختارت ان هم ما يعملوش توزيع ارباح هيبقى عندها حريه في استخدام الفلوس ديت في استثمارات او سداد ديون، لكن في نفس الوقت ممكن ده يأثر على سمعه الشركه في السوق ويقلل من جاذبيتها للمستثمرين. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجايه. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم بتفصيل عن التمويل عن طريق الديون والتمويل عن طريق حقوق الملكيه والفرق ما بينهم.